نحن نتحدث عن من؟ نتحدث عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خير الخلق، أفضل من مشى على هذه الأرض. إنه سيد الأولين والآخرين، سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. جاء في وصفه صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يكن طويلا ولا قصيرا، كان وسطا، كان من أجمل الناس. يقول أنس: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جميل الشعر، لم يكن جعدا ولا مسترسلا، كان بين كتفيه علامة تسمى خاتم النبوة، أقرب وجهه إلى الاستدارة، إذا ابتسم كأنه فلقة قمر. يا الله، ما أجمل ابتسامته. يقول أحد الصحابة: ما رآني رسول الله إلا متبسما، كان بساما كثير الابتسام، إذا ضحك أحيانا بدت نواجذه ولا يرتفع صوته، كان أصحابه حوله يجتمعون فيضحكون ويبتسم. وجهه جميل، يصفه الناس بأجمل الأوصاف، في عينيه احمرار قليل، إذا رأيت عينيه كأنه أكحل ولم يكتحل، واسع الجبين، لونه أبيض ليس بشديد البياض، بل كان أجمل الناس خلقا. وصفه الرب عز وجل بأنه رحمة للعالمين. إذا مشى كأنه ينحدر من صبب، لا يتماوت في مشيه ولا يتسارع فيه، بل كان يعتدل. يحب لبس القميص والأبيض من الثياب، يلبس الرداء والإزار، ويلبس عمامة ما أجملها، ليست بكبيرة ولا بصغيرة، متواضع، إذا رأيته أحببته، رأيت الصدق في وجهه. إنه أحب الناس إلى الله جل وعلا، إنه خاتم الأنبياء والرسل، إنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في بيته لا تجد كثير طعام ولا شراب، يعتمد على الأسودين، التمر والماء. تقول عائشة: يمر الهلال تلو الهلال وليوقد في بيت أزواج رسول الله نار، لا يطبخ فيه طعام، أحيانا يجوع فيربط الحجر على بطنه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يحب الطيب ويستعمله كثيرا، بل كان عرقه الذي يخرج من جسده من أطيب الطيب، فلا تخرج منه إلا الرائحة الطيبة. حتى بكاؤه كأزيز المرجل، كالماء يغلي في القدر، فلا يرفع صوته لا ببكاء ولا بصياح ولا بغيره. أحسن الناس خلقا وخلقا. وصفه الرب فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. يحب الخلوة والاختلاء بربه جل وعلا، كان كثيرا ما يقوم الليل، بل كل لياليه كان يقومها، يقوم الليل فيبكي، فيأتيه بلال ينظر إليه صلى الله عليه وآله وسلم يبكي، يقول: يا رسول الله، تفعل هذا بنفسك وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيرد على بلال: يا بلال، أفلا أكون عبدا شكورا. ثم قال لبلال: قد أنزلت علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات
لآيات لأولي الألباب. خدمه أنس 9 سنين، يقول والله ما نهرني ولا كهرني ولا قال لي يوما لشيء فعلته لما فعلته، ولم يقل لي يوما لشيء لم أفعله لما لم تفعله. 9 سنين على هذه الحال. يمر على الصبيان فيسلم عليهم. سمع أن طفلا غلاما للأنصار مات طيره، فإذا به يذهب إليه ويواسيه، يقول يا أبا عمير لطفل صغير يسميه أبا عمير، يا أبا عمير ما فعل النغير؟ من مثله في خلقه؟ من مثله في وصفه؟ يحزن لحزن الناس ويفرح لفرحهم، متواضع حتى إنك إذا رأيته لا تعرف أنه رسول الله من شدة تواضعه. رآه بعضهم من رسل بعض الأمم، رأوا أخلاق أصحابه معه وحبهم له، فلم يروا ملكا في الدنيا كرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه بعض أوصافه وبعض أخلاقه. والله لو تكلمنا لا مرت علينا الساعات والأيام والشهور لا نوفي رسول الله حقه، فهو إمام المتقين وسيد ولد آدم ولا فخر. لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهيم، والله جل جلاله